واحدة هي تمور. الله سبحانه وتعالى يعني السماء من السمو، والسمو هو العلو وليس علو المكان، إنما هو علو الزمان، لأنه هو علو المكانة، لأن إجماع علماء المسلمين أقروا أن الله لا يحويه مكان ولا يحيط به زمان. فلما تقول لأنه في السماء أي بمعنى السماء المادة التي هي من السبع سماوات طباق، وتقول لأن الله من فوقها، هذا فقد أثبت لله الحدود والمكان، وهذا كفر والعياذ بالله. لك المايك. من قلت كل علماء المسلمين؟ اذكر لي من علماء المسلمين قال بقولك هذا. أنت قلت كل علماء المسلمين، أم أنك تخرج أهل السنة والجماعة من الإسلام؟ اكتب لي نعم أم لا. أم أنك تخرج؟ تفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. عندما تقول السنة لا يجب عليك أن تفرق، قل الوهابية والسنة، لأن أهل السنة لا يعتقدون في الله أنه في السماء. إن القول بأن الله في السماء كفر، وهو مخالفة لإجماع المسلمين. السماء عندكم أنه على العرش وفي السماء. طيب، هل لله مكان؟ طبعا تقول أنه في السماء. لما يسألكم الإنسان أين الله تقولون في السماء. إذن السماء مكان أم زمان؟ لك المايك. رجاء لا تشاعرنا في وهابية، لأني سوف أثبت لك. لا تستطيع أن تثبت أن الوهابية فرقة حتى من أهل السنة، فلا تشاعر تثبت. شوف كلمة أتحداك وأنا بقدرها أن تثبت أن الوهابية فرقة أصلا من أهل السنة والجماعة. ليس موضوعنا الآن، فرجاء لا تفصل لي بين أهل السنة والوهابية، لأنك لن تستطيع، لا أنت ولا كل من يقول بهذا القول لن يستطيع أن حتى يثبت أنهم فرقة ينتمون لأهل السنة والجماعة. خلاص، سوء الأرض وهي تمور. إن كنت ضليع في اللغة فقد قال فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل. في ماذا تفيد هنا في جذوع النخل؟ خذ المايك وقول لي ماذا تفيد في هنا. ماذا تفيد؟ قال الله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. في هنا ماذا تفيد؟ تفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. طبعا أنت قلت أن الوهابية لا ينتسبون إلى السنة، وهذا اعتراف أتشرف بأن أسمعه من أخ سني. ثانيا، أن ستقول لي فرعون لأصلبنهم في جذوع النخل، أي أنه فوقهم وليس داخلهم. أنا ليس شأني فوق أو داخل، هذا أمر لا يهمني. يهمني أنه في السماء، نحن في الأرض، يعني فوق الأرض، أي بمعنى الفوقية. الله سبحانه وتعالى هل هو فوق السماء؟ أنا أقول فوق وليس فيه. هل هو فوق السماء أم لا؟ لك المايك. سؤالنا لأنك لا تعي اللغة، في بمعنى على. لأصلبنكم في جذوع النخل أي على في اللغة، إن كنت تدرك اللغة. ومعنى على شوف، لأصلبنكم في جذوع النخل عليها. خلاص، فامشوا في مناكبها. عليها نمشي على الأرض، نحن نمشي على الأرض. قال الله تعالى أمنتم من في السماء، أي على السماء، أي يخسف بكم على فوق، يعني فوق السماء، على السماء أن يخسف بكم. أما أن الوهابية فرقة أسسها عبد الوهاب، هذا الكلام لأخي حسين لأنه يستغرب كيف الوهابية. ليس الوهابية فرقة أسسها عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن
في الأندلس، توفي عام 197 وهي الإباضية، ونسبت اللي يدعون ظلما أن الوهابية الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي الدعوة السلفية، هذا كذبا وزورا. هذا المجدد، خلاص، هذا المجدد، هذا الكلام ليس لك. أنا أفكر اللي كلمني أخونا حسين، ما هو لك أنت ولا حسين؟ حسين أنت تكلمني؟ لا عندنا أخ من أهل السنة. حسين أنت تكلمني؟ طيب على الحسين. الموضوع إن الله عز وجل على السماء، خلاص، على السماء. قال الرحمن على العرش استوى. الرحمن. اللهم صل على محمد وآل محمد. السنة ويشهد الرافضة أنني قلت الله في كل مكان. هذه كذبة وتدليس منك حبيب الغالي. أنا قلت الله لا يحويه مكان ولا زمان، لم أقل معكم أينما كنتم. هذه افتراء بسيطة منك، أعتبرها هدية شكر. نحن نقول الله موجود، والأين لا تجوز في حق الله، لأنه هو من أين الأين، فالأين للمكان، والله منزه عن المكان وعن الزمان. هذه إجابتي حبيبي الغالي التي خرجت من أمة الإسلام. حبيبي الغالي، هل السماء السابعة مخلوقة أم لا؟ لك الماء. الله خلق السماوات والأرض والله خلق السماوات والأرض. نحن نؤمن بتوحيد الربوبية، إن كنت لا تؤمن به، إن كنت لا تؤمن به نحن نؤمن. ولسألتهم من خلق السماوات والأرض، كفار قريش ماذا قالوا؟ قالوا الله. ولأن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ولأن سألتهم من خلق السماوات والأرض ما مخلوق. يا جماعة السماء مخلوقة أم لا؟ السماء مخلوقة أم لا؟ بعدين المايك. السماء مخلوقة أم لا يا جماعة؟ خلقها الله أم لا؟ يا أهل السنة اللي يسمعوني، يا أهل السنة، السماء مخلوقة أم لا؟ الرجل يسألني وحط علامة استفهام. السماء مخلوقة؟ تفضل يا إمام حسين، تفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد. عندما نقول السماء تعني علو المكانة وتعني علو المكان. أنتم عندما تقولون أن الله في السماء أي بمعنى فوق السماء، وبهذا تكون قد نسبتم المكان لله سبحانه وتعالى. سؤالي، هل العرش مخلوق أم غير مخلوق؟ لك المايك. لماذا تحب تشعب في الحوار؟ أفلست؟ قلت لك الرحمن على العرش استوى. لا تتشعب لي في الحوار. السماء مخلوقة، الأرض مخلوقة، العرش مخلوق. لا تتشعب، لا تتشعب، خلي حديثك واحد. سؤالنا أين الله؟ هل في السماء؟ قال الله تعالى آمنتم من في السماء. أولتها، ماذا أفعل لك؟ أولتها. يقول الله أنه في السماء وتقولون لا كذبت يا الله، ماذا نفعل؟ فلا تدخل لي السماء مخلوقة. السماء من السمو هلامية كذا لا أحد يشوفها. النجوم هذه كيف في السماء؟ ما أعرف يعني. حقيقة عقيدة هذه لا تكون عقيدة من المسلمين، ما تكون أبدا، لا تكون. أول حتى السماء أولتها، هي من السمو، من العلو، ما هو سؤالنا هذا؟ ليس موضوعنا العرش مخلوق، السماء مخلوقة، هذه لم نتدخل عليها. نحن نتكلم في الله عز وجل، لم نتحدث. سؤالي، من أين تأخذ أنت هذه الصفات لله؟ من أين تأخذها؟ هل من أين تأخذها؟
نعم، إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. ربكم الذي خلق السماوات والأرض. خلاص، فلا تدخل في موضوع العرش مخلوق، السماء سألناك، ما هو موضوع، ولن أجيبك وأنا أعرف الإجابة، لن أجيبك لأنه ليس موضوعا. أنت حاولت تخرج من هذا لأن ألزمناك بآيات الله، والذي لا تلزمه آيات الله ليس من المسلمين. الذي لا تلزمه آيات الله ليس من المسلمين. أخي حسين، أنا حقيقة هؤلاء المؤولة بأمانة نفسي قصير معهم. أخي حسين تكمل معاه الحوار، لأن المؤولة هؤلاء نفسي قصير جدا معهم. أنا أجلس مع الرافضي في أي شيء شهر، لكن المؤولة نفسي قصيرة معهم جدا جدا، نفسي قصيرة معهم. طيب أخونا حسين على علم ما شاء الله، أخونا حسين عنده علم، تكمل مع هذا المؤول يا أخونا حسين. لا، الإمامة سهل، لا في التأويل. فالمؤولة شوف أصعب ما يمر على الإنسان في المؤول. لماذا؟ تأتيه بكتاب الله ولا يؤمن به، تأتيه بكتاب الله ولا يؤمن. المؤولة مشكلة. المؤولة يا جماعة أكبر ما يمر علينا هم المؤولة هؤلاء. يا جماعة السماء ما هي سماء؟ هل السماء؟ لا رافضي، هو قال في أول ما دخل أبو فهد. لا قال رافضي هو. تفضل أخونا فواز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يا أخ أبو فهد قال أنا شيعي، الرجل قال أنا شيعي، ولكن طالما أنه إحنا نأخذ على كلامه ما لنا فيه يعني كذا، ولكن هو قال أنهم يطعنون بالنبي. طيب يا أخوان، شوفوا يعني هذا اللي جالس يدافع عن النبي، هذا عالم اسمه الغروي من أكبر علماء الحوزة، يقول أن النبي لا بد أن يدخل فرجه النار لأنه وطأ بعض المشركات. هذا كشف الأسرار للموسوي صفحة 24، وهذا من أكبر علماء الشيعة ومن مؤسسين الحوزة العلمية النجفية، في يعني مو هو المؤسس ولكن من المؤسسين. يعني هذا يقول أن فرج النبي لا بد أن يدخل النار لأن فرج النبي مس فرج زانية، حشاها الله يعني ولعنة الله عليه، يقصدون أم المؤمنين عائشة، ويستدل بالآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والكتاب موجود في كشف الأسرار للموسوي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الطعن ببنت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يا أخوان هذا الرابط خشوه الآن بس دقائق، أنا أعطيكم الرابط الآن. هذا من موقع يعسوب من كتاب بحار الأنوار، هذا من كتاب بحار الأنوار. أنا أعطيك الرابط يا أخونا السالم، صفحة 16. فاطمة الزهراء تقول لسلمان أجفوتنا يا سلمان. الرابط أرسل لك يا أبو فهد وحطه على التكست يا أبو فهد. طيب دقيقة أشوف هذا اللي جاني، هذا الرابط نزله فاطمة الزهراء، هذا من موقع يعسوب الرابط. فاطمة الزهراء أنا أقرأ لكم الرواية وأنتم احكموا. يعني هذا هو طبعا السند طويل عن بس أنا أقول لكم هنا: عن أبي إبراهيم عن جعفر بن محمد بن بشروي عن محمد بن إدريس بن سعيد الأنصاري عن داود بن رشيد عن لين وصل عن عبد الله بن سلمان الفارسي عن أبيه قال: خرجت من منزلي يوما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ب10 أيام، فلقيني علي بن أبي طالب عليه السلام ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله، فقال لي: يا سلمان جفوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: حبيبي أبا الحسن مثلكم لا يجفى، غير أن حزني على رسول الله صلى الله عليه وسلم طال، فهو الذي منعني من زيارتكم. فقال عليه السلام: يا سلمان ائتي منزل فاطمة بنت رسول الله فإنها إليك مشتاقة، تريد أن تتحفك بتحفة قد أتحفت بها من الجنة. قلت لعلي عليه السلام:
قد أتحفت فاطمة عليه السلام بشيء من الجنة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال نعم بالأمس. قال سلمان الفارسي فهرولت إلى منزل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فإذا هي جالسة وعليها قطعة عباءة، إذ خمرت رأسها انجلى ساقها، وإذ غطت ساقها انكشف رأسها، فلما نظرت إلي اعتجدت، ثم قالت يا سلمان جفوتنا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ايش رد سلمان. قلت حبيبتي أأجفاكم؟ قالت فما أجلس. طبعا الرواية يعني طويلة، وأنا أعطيتكم الرابط واقرأها، صفحة 66، صفحة ما أرسلتها خلاص كفاية أخونا السالم، صفحة 66 يا أخوان. هذه الرواية من موقع شيعي، من موقع يعسوب. وعندي رواية ثانية راح أطلعها لكم الآن، هي موجودة معي لكن بعطيكها في الرابط، أن فاطمة الزهراء نهديها طويلتين وتضعها خلف ظهرها، يعني نهدي فاطمة، وهذه الروايات معروفة كذا. والروايات موجودة في الطعن بالنبي عليه الصلاة والسلام. وفي أمور هم يظنونها طعن وهي ليست طعن، وهم يعتقدون بها. هي مسألة أن الرسول سحر، والروابط موجودة عندنا، فلا تأتينا تتكلم دفاعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا دافع عن علي اللي يقول سلمان روح الفاطمة تراها مشتاقة إليك، فاطمة تحبك، وتقول له أجفوتنا، قال أجفاكم أنا يا حبيبتي. يعني سيدنا علي صار ما أقدر أقولها يعني، وحاشا سيدنا علي. هذا طعن في النبي، وطعن في فاطمة، وطعن في أسد السنة علي بن أبي طالب، أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، خلوه إنه ديوث. فأنت قبل أن تذهب إلى النصارى، نحن ما قلنا أن الرسول ديوث، ولا قلنا أن علي ديوث، أنتم اللي قلتوا عليه ديوث، أنتم اللي تطعنون في علي. هذه الكتب النتنة اللي بين أيديكم، رد على الروايات يا من تأتينا وتقول أنك تدافع عن النبي وتدافع عن آل البيت. رد على كلامكم عن سيدنا علي أنه يقول، وفي كلام كثير بس أنا اكتفيت بهذه. العروي والله يا أخ السالم لما رحت في الويكيد دي هذه والله يمدحون مدح يا كلاب. هذا يقول النبي في النار تمدحونه، يعني مو مسألة قال سحر أو لا، يقول النبي في جهنم لأن فرجه وطأ فرج زانية. أنا هذه مداخلتي يا أخ السالم، وبارك الله فيك، وتفضل معك المايك. وأنا أردت أخ السالم أحاوره بالأسماء والصفات، ما عندي مانع، تفضل معك المايك أخ السالم. حياك الله. هي ليس الأسماء والصفات. الله أين الله؟ دخلنا في العرش مخلوق. نعم العرش مخلوق. يقول لي كيف مخلوق يأتي عليه خالق؟ عرفت؟ فيدخلك موضوع آخر. أعرف هذه الحوارات ما ننتهي. المؤولون هؤلاء أشد. الرافضي أنا ممكن أناقشه في أي شيء شهر كان، لكن المؤولة هؤلاء والله. طيب أخونا حسين تحاوره، أعطيك المايك، أعطيك تحاور أخونا حسين. حسين طلع. طيب تفضل خذ المايك وحاور أخي فواز. أنا المؤولة حقيقة نفسي قصير معهم. تفضل يا حسين خذ المايك. إمام حسين خذ المايك. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. طبعا الأستاذ الكريم استدل لنا من كتاب شذ عن المذهب، وأنا أصلا ذاك الكتاب لم أقرأه ولم أسمع به قط، هذه نقطة. ثم إذا كنا نقول أن الكافي وبحار الأنوار فيه ما يؤخذ منه وما يرد، فماذا نقول في كتاب من المتأخرين من المجتهدين الذين يخطئون ويصيبون، وليس يعني كلامه هذا كلام شاذ عن المذهب، وما أكثر الأقوال الشاذة في مذهب إخواننا من الوهابية. عندما دخلنا إلى هذه الغرفة كان حوارنا في الطعن في الله سبحانه وتعالى
يعني وكنا نتكلم عن الصفات وعن أين الله سبحانه وتعالى باعتقادكم أنتم يعني في المدرسة السلفية، وأنت الآن دخلت لتغير الموضوع، ثم يأتي الأخ الآخر ويقول لي يعني أنه قال أن العرش مخلوق، وأنا قلت له كيف هو مخلوق؟ هذا كذبة. أولا أنا أصلا هو ما قال لي أن العرش مخلوق، وأنا ما قلت له أنها كذبة، يعني أنا ما قلت له أنه كيف مخلوق. يعني شوف كيف يعني يزيد من الكلمات اللي أنا لم أقولها ويكذب علي. يعني إذا كان كذب على العبد الضعيف أمامكم إمام حسين، فكيف يتورع في الكذب على رسول الله؟ الآن طيب أعطيك المايك فواز. الآن سؤالي لك، هل العرش مخلوق؟ كلمني في هذا أو في هذه الدائرة، الله يوفقك، يكون أفضل، حوار مثمر يكون. يلا إليك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نبقى في هذه الدوامة، دوامة الشيعة. أي رواية نحتج عليهم بها، إما أن يقولوا كل رواية تعارض كلام الله نضرب بها عرض الحائط، وهم كذبوا، وكل دينهم يعارض كلام الله، واللطم والتطبير والمشي على الجمر وماني عارف ايش، وتفخيذ الرضيعة وماني عارف ايش، كله يخالف كلام الله، وهم كذبوا، بل حذفوا آيات، بل قالوا بتحريف القرآن وماني عارف ايش. ولكن أنا أتنازل عن مسألة الطعن في النبي، وليس يعني أني راضي، ولكن لأنني أعلم أنني لن أجد إجابة أساسا. أما مسألة الأسماء والصفات فلا تأخذ قليل من الحق وتأخذ بالباطل. فأنا أسألك سؤال، ليس أنت الذي تسألني، لأنك أنت كفرت بالنصوص. فأنت كفرت بالنصوص وجعلت الأمر عقلا، فأنا وافقتك. شوف أنا تنازلت لك الآن، جعلت الأمر عقلا وكفرت بالله والرسول. أول فاتح رازق، إن أردت أن تتكلم في الأسماء والصفات فلا يحق لك أن تتكلم مثلا في صفة اليد أو صفة القدم أو صفة الضحك أو صفة الاستواء أو صفة المجيء. فالبداية ثبت العرش ثم انقش. ما هي عقيدتك بالأسماء والصفات والأفعال؟ واضح؟ واضح يا إمامي حسين؟ ما هو معتقدك بالأسماء والصفات؟ واضح؟ أبيك تعطيني معتقدك بالأسماء والصفات. أول شيء لابد نعرف معتقدك، ما هي تعريف الأسماء والصفات، أو ما هو معتقدك بالأسماء والصفات، وبعدين ناخذ معتقدك ونعرض على كلام الله. أوكي يا إمامي حسين؟ فلا تدخل تأتي من النص. أوكي؟ ما شاء الله يا غرفة علي، تجيهم في الروم فيقولون نصرة للنبي. أنا أبغاك تقول لي الآن ما هو معتقدك في الأسماء والصفات. شوفوا يا أخوان، أنا جاوب. طبعا أنت ممكن تقول لي جاوب أنت الأول، طب أنا جاوبك. شوف معتقدي في الأسماء والصفات، ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه في كتاب الله والسنة، ونثبت لله ما أثبته لنفسه في الكتاب والسنة، دون تشبيه ودون تجسيم ودون تكييف ودون تعطيل ودون تأويل. العلم معلوم والكيف مجهول والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة. شوف أنا كيف جاوبتك الآن. المفروض ما جاوبك على هذا السؤال. الأول لابد نعرف المعتقد في الأسماء والصفات. أنت لما تتكلم مع واحد في الإمامة لابد تقول له، يعني حوار بالإمامة لابد أن تعرف الإمامة. أول شيء ثبت العرش ثم انقش. ما يحق لك أنك تسألني سؤال من النص. أول شيء علمني عقيدتك في الأسماء والصفات عشان أخذ هذا التعريف وأقيس على مسألة العلو، وأقيس على مسألة كذا، وأقيس على مسألة صفة اليد. هل هو تعريفك مناسب على صفة العلو، مناسب على صفة اليد؟ واضح يا إمامي حسين؟ أنا شوف عرفت لك الأسماء والصفات وأنا أعيد تعريف أو معتقدنا بالأسماء والصفات. ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، ونثبت لله ما أثبته لنفسه في الكتاب والسنة، دون تكييف ودون تجسيم ودون تشبيه ودون تعطيل ودون تأويل. العلم بها معلوم والكيف مجهول
والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة. هذا معتقد أهل السنة والجماعة التي أنت تسميهم وهابية. واضح يا إمامي حسين؟ واضح ولا لا؟ هذا معتقدي. أبغاك تأخذ المايك الآن وتقول لي ما هو معتقدك في الأسماء والصفات عامة. تفضل معك المايك. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. في البداية أرد على ما قلته، قضية التفغيط والتطبير والمشي على النار. التطبير والمشي على النار أتحداك من هنا إلى الصباح أن تثبتهم أنهم موجودين في كتبنا. فالتطبير والمشي على الجمر هو بدعة مستحدثة وأنكرها المراجع. معظم المرجعية تنكر هذه البدعة السيئة. قضية الله سبحانه وتعالى، أنا ما سألتك عن صفات وما سألتك عن أي شيء. لما دخلت أنا قلت لك أين الله؟ هذا سؤالي، ولكن أجيبك. نحن نقول أن الله موجود وجودا ليس كمثله وجود، فهو خالق الوجود وليس داخل الوجود ولا خارج الوجود. هذا هو عقيدتي أنا شخصيا بالله، لأن لا أمثل لا مذهب ولا طائفة ولا دين، أنا أمثل نفسي. إلك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمثل نفسك؟ أنت قلت أنا شيعي، لم تقل أنا أمثل نفسي. إذا كنت تمثل نفسك فقل اللهم أني أبرأ، قل اللهم أني أبرأ من عقيدة الرافضة في الأسماء والصفات. بمعنى أنت قلت قبل قليل أن الوهابية قالوا كلام لم يقوله المسلمين، لم يقوله الشيعة ولم يقوله السنة ولم يقوله كذا. بمعنى أنك أنت صرت زي الوهابية، تقول قول لم يقوله لا الشيعة ولا هذا ولا هذاك. لا، شوف، إن كنت أخ عمر بالله يسيبها معايا، لأني أنا في نقطة بوصلها يا أخ عمر، في نقطة بوصلها. شوف، أنا تنازلت لك عن كل شيء، تنازلت لك عن أنك قلت علماءنا أنكروا. أنا ما طلبتك بالإنكار، لو والله ترى أورطك لو قلت لك جيب لي إنكار أبى أتنازل. لكن أنا لما جبت لك هذه الروايات فالطعن في النبي فقط لأنك أول ما جيت طعنت، فرديت عليك لسبب واحد، وما حبيت أشتغل معاك في الموضوع لأن تحول الموضوع إلى الأسماء والصفات. لا، أول ما جيت ما كنت تتكلم في الأسماء والصفات، أول ما جيت كنت تتهم. أخي يا سالم، لا ما في تقول أنا ما أبغى أتكلم في الأسماء والصفات، أبغى أتكلم في اليد. هذا ما يجوز. ما أبغى أتكلم في الأسماء والصفات لكن أبغى أتكلم في صفة الضحك. ما أبغى أتكلم في الأسماء والصفات لكن أبغى أتكلم في الاستواء. هذه كلها تتعلق بالأسماء والصفات. أنا سألتك سؤال. لا تكلم، ولكن هو الذي قاله لم يقل قولا ثابتا من علماء الشيعة، إنما هي مكذوبة على الإمام الرضا، أنهم سألوه وقالوا له أين الله؟ فقال أين الأين فلا أين له. يا أخوان، أين تعني ماذا؟ يلا شوف، أنا اجتريت معاك. أين تعني ماذا؟ أنا لو سألتك قلت لك أنا جيتك دخلت عليك وأنت على ريسبشن بفندق، قلت لك أين القبلة؟ هل معنى أين مكان القبلة؟ القبلة تعني اتجاه، أين تعني اتجاه. تمام؟ إذن وحاش الإمام الرضا رضي الله عنه وارضاه أنه قال هذا الكلام، على افتراض أنه قال هذا الكلام، سوف نقول له أنت مخطئ. لأن أين تعني اتجاه ولا تعني مكان. أين تعني اتجاه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية،
هل تؤمن بالنصوص أم تكفر بها؟ لأنك أنت سألتنا قلت لنا أين الله؟ أنا قلت لك الله في السماء، أنا جاوبتك. ولكن أنت الآن قلت فلا أين له، تمام؟ تقول الله فلا أين له، دليلك. وتفضل معك المايك. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم يا رب العالمين. الأخ الفاضل فواز تقدم وقال لما نقول أين القبلة أي بمعنى أين الوجهة. نحن نعرف أن البيت الحرام هو قبلة المسلمين، نحن نعرفها. إذا كان البيت هو القبلة فالبيت مكان، والأين مشارة للمكان وهو الكعبة، لأن الكعبة يا حبيبي الغالي هي مكان، والقبلة هي وجهة إلى ذلك المكان. فنحن أينما كنا نولي وجهنا شطر الكعبة وهي مكان بذاتها. إذن فالأين هنا يكون للمكان وليس للوجهة، لأن الوجهة تؤدي إلى المكان. هذا كي تعرف هذه النقطة حبيب الغالي. ثم أنا عندي قاعدة علمية، ولو روى ذلك أيا كان كل نص من السنة يخالف القرآن فهو عرض الجدار، لأن عندنا كتاب الله لا نضل بعده أبدا. هذه هي عقيدتنا. طيب يعني من الصباح، من أول ما دخلت هذه الغرفة وأنا أسأل أين أين أين، ما حد لحد الآن جاوب. طب تنازلنا لكم على السؤال الأول، قلنا هل السماء مخلوقة؟ قلتم نعم. قلت لكم هل العرش مخلوق؟ توقفتم. يعني لماذا لا نكمل في دائرة الحوار؟ يكون أفضل بدل من ليش تكذب؟ أنا شوف قلت لك أنا كاتبها لك وكذبت علي. قلت لك أنا جاوبت لك وقلت لك الله في السماء، تقول لي ما لقيت جواب. ليش تكذب؟ أنا قلتها في المايك وقلتها هنا، وقلت لك عندي أدلة من القرآن. يعني أنت تبينا نقول وتبينا لا، يعني لا 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 لا، أنت قلت ما وجدت جواب. أنا أكتبك الله في السماء. أنت سألت هذا السؤال وأنا قلت لك ودليلي من القرآن أأمنتم من في السماء. تمام؟ أنت الآن تمام بغض النظر دليلنا أقنعك ولا ما يقنعك، إحنا نبيك تقول قولك بدليلك. أنت قلت أن الله لا أين له بمعنى لا مكان له. خلاص مشينا معك، أبغى دليلك من كتاب الله. ثانيا لا تكذب على المعتقد الشيعي. المعتقد الشيعي يقول الذي لا يضله كتاب الله والعترة، ما قال كتاب الله. عندكم حديث الثقلين يقول كتاب الله وعترتي لن تضلوا بعدها أبدا. فلا تكذب على المعتقد الشيعي. كفاية أنك كذبت على أهل السنة، فلا تكذب على المعتقد الشيعي. تفضل معك المايك نسمع إجابتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ما دخلت في الحوار إلا الآن. إمامي حسين 5 دقائق أنا وأنت، حتى سألت قلت لك آمنتم من في السماء، حتى سألتك دقيقة عشان لكي أنت الآن تخطيت، قلت لم تجيبوني. لا يمكن لأهل السنة لا يجيبون، لا أكتبها، لكن لا يمكن أن أعديها لك، خلاص. قلت لك آمنتم من في السماء يخسفكم الأرض فإذا هي تمر. سألتني أنت من خلق السماء؟ مخلوقة صح ولا لا؟ السماء قلت لك، حتى ضربت لك مثل، قلت لك فرعون قال لأصلبنكم في، إذا كنت تعرف اللغة ما معنى في هنا. قال الله تعالى فامشوا في مناكبها أي على، قلت لي فوق. إذن آمنتم من في السماء أي على السماء أن يخسف بكم، قلنا أقول لك الله في السماء. فلا تأتي الآن وتقول لم أجد إجابة. حتى سألتني أنت عشان تدخل في شيء آخر، لأني حاورت قبلك لم أقل أنت قلتها، كما لا تزيد. الناس حاورتها هل العرش مخلوق؟ قلت لك هذا ليس موضوعنا. هل السماء مخلوقة؟ ليس موضوعنا أين الله؟ صح يا إمام حسين؟ الله قلت لك في السماء. خلاص إذا لا تقول لم أجد إجابة. نحن أهل السنة والجماعة معتقدنا أن الله في السماء،
وعندنا نصوص من القرآن الكريم. فلا تأتي الآن ونحن نسمع تقول لم أجد إجابة، لم أجد إجابة. لا تقل هذا، لا تقل. إن كنت تريد الصدق قل ما قلناه لك. خلاص تفضل. والله عاد شوف أنت الآدمن يا أخونا عمر، أسلمك الإدارة وقدم فواز وقدمه. تفضل يا ابن العم عمر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم جميعا. يا إمامي حسين، بما أننا نتكلم عن ذات الله سبحانه وتعالى، اسمع مني أولا، لا تكتب، اسمع مني أولا، اسمع، ركز واسمع كلامي مضبوط. بما أننا نتكلم عن الله سبحانه وتعالى، نتكلم عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى، فلا نتكلم عن الله إلا بكلام الله. واضح؟ أهل السنة والجماعة من الآدمن السالم وفواز وقوست وجميع أهل السنة والجماعة يردون عليك بكلام الله سبحانه وتعالى. قال الله، قال الله، قال الله، قال الله. هذا هو ردنا وهذا هو كلامنا. ولو علمت تعريف فواز لقاعدتنا في الأسماء والصفات لعقلت كلامنا ولا فهمته. نثبت ما أثبته لنفسه، ننفي ما أنفاه لنفسه. نتكلم عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. أين الأين؟ أين الأين؟ أين هذا لا نعلمه. علم الكلام لا نعلمه، نعلم كلام ربنا سبحانه وتعالى، ما قاله الله سبحانه وتعالى. أما أين الأين مدري أين مدري أين، هذا لا نعلمه. هذا ليس في كلام ربنا، ليس في الكتاب والسنة، ما قاله أحد من المسلمين. واضح؟ والله سالفة أين الأين. إذا أردت الإجابة عن الله سبحانه وتعالى فيجب عليك أن تقول قال الله. اسمع اسمع، إذا أردت التحدث عن الله سبحانه وتعالى، عن علم الله، عن معرفة الله، اسمع مني، فلا تقل كلام منك أو من غيرك، قل كلام الله، اذكر الله. طيب اذكر دليل. طيب 4 ضد 1 ما يمشي، طيب لكن اذكر يا أخي، قل قال الله. ألست مسلم؟ ألست مسلم؟ أين الله سبحانه وتعالى قال لا تقول علي أين؟ واضح؟ فواز تسمعني فواز؟ وبعدين الله ليس في الوجود وليس خارج الوجود، هذا لغز هذا يا فواز. هو أجابك يعني إجابة يعني ليست إجابة رجل عاقل. والله الإجابة التي أجابها في القاعدة في الأسماء والصفات ليست إجابة رجل عاقل. أنا أقول الرجل هذا مجنون، مجنون مجنون رسمي، ليس في داخل الوجود وليس خارج الوجود. كيف يعني؟ بطيخة صح؟ بطيخة ليس داخل الوجود وليس خارج الوجود، لغز. من يساعدنا في حل اللغز هذا؟ هل الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه ذلك؟ ما أدري في نص. الأمر الأول، إذا أردت التحدث عن الله سبحانه وتعالى فقل بما قاله الله، فقل بما قاله الله. طيب يا فواز اكمل الحوار ونحن نستمع لكم بإذن الله تعالى. يعني عدم الله ليس موجود، يعني تعبد عدم.
الله المستعان. فواز لك المايك، الزم بالإجابة. ما هي قاعدتكم في الأسماء والصفات؟ تفضل لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما مسألة أنه يريد أن ينسف وجود الله من عقيدة الأسماء والصفات بحجة هو يريد أن يتكلم في مسألة صفة العلو، فالله من صفاته أنه عال على كل شيء، ويريد أن ينسفها. فصفة العلو لله هي داخلة في الأسماء والصفات، فنحن لا ندخل العقل في الذات، إنما ندخل النقل. احنا نعطيك المايك، أنا أعطيك المايك الآن، لكن رجاء خاص تجيب ولا تلف وتدور. أنا عجبتك، شوف أنا بس الآن مجاراه لك، يعني بما أنك طلبت المايك كم مرة أبغاك تجاوب عن بالدليل، تمام؟ بالدليل. ولكن بعدها راح نتكلم في الأسماء والصفات، لأن صفة العلو وصفة اليد وصفة المجيء وصفة الاستواء كل هذه في الأسماء والصفات. ما في شيء اسمه عقيدة العلو وعقيدة الأسماء والصفات، هي كلها داخلة في بعض، تمام؟ تتكلم، لكن الآن راح نعطيك المايك وتجاوب. تفضل معك المايك. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. شوفوا أيها المسلمون، 4 ضد 1، يعني لو أخذ. شوف الأسلوب هذا ما يمشي معايا، أنا التهريج هذا ما يمشي معايا. أنت أخطأت في البداية وقلت وهابية وهابية، الآن 4 ضد 1. هل تريد الحوار؟ ارفع يدك. لا تريد الحوار لا تكتب مايك، لا تكتب مايك. تريد الحوار ارفع يدك وتكلم في الموضوع. جيد. 4 ضد 1، منتخب ضد 1، هذا كلام ما يمشي علينا. عندك حوار تكلم في ما أردت في علم الله سبحانه وتعالى من كلام الله. تفضل ولا تهرج. محمد وآل محمد. يقول الله سبحانه وتعالى: وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وما أظن التمست هذه من هذه الغرفة المباركة. طيب، أولا تفضل الأخ الكريم الأول، يعني أنا الإسلام، تفضل وقال ليش تكذب بشأن إجابة. أنا أجبتك أن السماء مخلوق، أنا ما قلت أنك لم تجيبني أن السماء مخلوقة، قلت أنك لم تجيبني أن العرش مخلوق. وإذا كنت تسجل لك التسجيل باستطاعتك أن تعيده إن شئت. هذه النقطة. ثم قضية أنني أكتب على المعتقد الإمامي وأقول الكتاب، لأن يا حبيبي الغالي الكتاب والعترة هم واحد، لأن الكتاب لا يخالف العترة، فالعترة هي قرآن ناطق، أي بمعنى لا تخالف الكتاب. لما أقول القرآن أقول القرآن والعترة الثقلين. طيب، الأخ تفضل وقال أنا لم أقل أن الله، أنا قلت أن الله ليس داخل الوجود وليس خارجه بمعنى العدم. أقول هذا ناتج يا حبيبي الغالي عن جهلك العميق، مع احترامي لك ومع احترامي لمذهبك الطيب. أقول لك إذا كان الله سبحانه وتعالى داخل الوجود فهنالك حدود لله، وهذا لا يجوز في حق الله. وإذا كان الله سبحانه وتعالى خارج الوجود فهذا أيضا تحديد لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز ذلك في حق الله سبحانه وتعالى. فالله ليس كمثله شيء، أي أنه ليس في شيء خلقه، فالوجود مخلوق وغير الوجود مخلوق، لأن لو كان في غير الوجود فهو في شيء غير مخلوق، لأن الله خالق العدم، ولو كان في الوجود فهو في شيء خلقه، لأن الله خالق الوجود وهو الذي أوجد الوجود. طيب،
هذه نقطة. أنا عندما دخلت إلى هذه الغرفة كان سؤالي أين الله؟ يعني لم تجيبوا لحد الآن، يعني أيها المسلمون لم تجيبوا. يعني يتكلم 4 ناس وما أرى إجابة أبدا، ما أرى إجابة أبدا. أين الله؟ وهل العرش مخلوق؟ أنا أريد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ الصوت واضح يا إخوان؟ في صوت؟ في صوت يا إخوان؟ تمام. الآن قلنا لك الله في السماء، تمام، وأتينا لك بأدلة من القرآن. مسألة العرش مخلوق مو مخلوق هذا موضوع ثاني، احنا نتكلم عن صفات الله. احنا جاوبناك واعطيناك أدلة من القرآن، أنت أجبت حياك الله أبو حسام، أنت أجبت أجوبة عقلية واستنتاجات عقلية، ولكن فضحكم شيخ الإسلام بن تيمية لأنكم معطلة تعطلون كلام الله. فشيخ الإسلام بن تيمية ماذا قال؟ قال لا يأتي معطل حتى يشبه، وعندما يشبه الخالق بالمخلوق يقول أعوذ بالله أن يكون الله هكذا. هم يا إخوان المعطلة لم يكون يعني ليس، خلينا نتكلم، احنا ما خليناك تتكلم. هم يريدون ماذا؟ يقصدون التنزيه لكن بدون أدلة. يا إخوان مو عشان أنا سني وهو شيعي، أنا أبغاكم تقفون موقف المحايد. هل ذكر دليل على كلامه أم لا؟ ممكن أنا ما سمعت زين. عمر يقول لا. هل أتى بدليل من كلام الله أو رسوله؟ أخونا السالم هل سمعت دليل؟ ممكن أنا انقطع الصوت. هل سمعت دليل قال الله قال الرسول؟ ما سمعنا دليل. طيب بغض النظر كلامك أنت جبت كلام عقلي، قلت الله إذا كان كذا مو معقول يكون كذا، وإذا كان كذا يكون كذا، مع أن كلامك هذا أساسا بدعة. ولكن أنا بأخذك لو كلامك باطل، لأن إحنا الآن أنا إيش قلت لك في البداية؟ قلت لك قول لي أين الله ونأخذ معتقدك مع دليلك ونشوفه. أنت الآن تكذب علينا، كل الأشياء اللي قلتها كلها كذبت علينا. قلت أنا أمثل نفسي، وبعدها أول ما جيت قلت أنتم لا تمثلون الإسلام، تمام؟ فلما سمعت كلامنا وماني عارف إيش رحت قلت أنا أمثل نفسي يعني، وكل شيء تقوله أنت هو عليك. فالآن الذي لم يقل قول المسلمين هو أنت. هذه نقطة. النقطة الثانية الذي لم يأتي بدليل هو أنت. شوف يا أخوان، إذا ما أتى بدليل عن كلام هذا من كتاب الله بنص واضح صريح نقطه. فلسفة ما أبغى. شوف أنا قلت للإخوان خلوه يتكلم زي ما يبغى، لا تخرج عن الموضوع. أنت قلت الله قلت الله لا مكان له، وهذه المقولة اللي يرددها علماء الشيعة أن الله ليس فوق وليس تحت. لا أنا ما أقيد ولا شيء. إحنا الآن شوف كل شيء تنازلت لك فيه، ما سألتك عن فكرك، ما سألتك، بحكم إحنا في الأخير الدليل. أنا مالي شغل فيه. أنا ما حد قال لك مجنون. أنت الآن شيعي أم لا؟ أنت شيعي تقول شيعي. قبل قليل قلت الوهابية قالوا كلام لم يقوله المسلمين. يعني بمعنى إحدى أمرين، يا إما أنك تتهم الوهابية أنهم ليسوا بشر. يعني أنت الآن لما قلت قول، طبعا قولك هو قول الشيعة. لا ما أتكلم أنت ما أسمح لك تطعن، أنا لازم أعلق. تطعن أعلق، تحط بفمك. لا أنا ما أطيل، لأن إحنا كلامنا واضح. اتهمت
الأخوان سكتوا عنك. الأخ لما قلت له أنتم وهابية وكذا مشاها لك، ما راح قال لك هات دليلك أن إحنا وهابية. شوف لو نقول لك هات دليلك راح نورطك، لكن ما نبغى ندخل في هذا الكلام، ما نبغى ندخل، لأن أنا ما شفت تنازلت لك عن أدلة كثيرة، ولكن بحكم أنك قلت أنا لم آتي عشان وهابية ولم آتي عشان أنكم تطعنوا بالرسول ولا آتي كذا، قلت أنا سألت أين الله، صح؟ فإحنا جاوبناك، أنت قلت أين الله، بغض النظر جوابنا حق أم باطل، أرضاك ما أرضاك، تمام؟ احنا قلنا لك اعطيناك اين الله هو في السماء واعطيناك الادله. الان خذ المايك وقل لي ما هو معتقدك، يعني اين الله مع دليل من كتاب الله والسنه، بيكون بآية واضحة صريحة او حديث صحيح متصل السند للمصطفى عليه الصلاة والسلام. تفضل معك المايك. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. سبحان الله، أقنعتني في مسألة أن الله في السماء. يا أخي صرت أعتقد أن الله الآن في السماء، طيب وقلت لي أن السماء مخلوقة، أنا الآن أعتقد مثلك. طيب أين كان قبل أن يخلق السماء؟ لك المايك. تبغى تجاوب ولا لا؟ تبغى تجاوب ولا لا؟ جاوب، اكتب لي نعم ولا لا. تبغى تجاوب على دليلك بأن الله لا مكان له؟ لا 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 لا، ما راح تاخذ المايك لأنك خاين، لأن نعطيك المايك كم مرة ولا تجاوب، أنت خاين. يعني إحنا نعطيك المايك وأنت تخون. لا لا لا، أنا ما قلت لك تجاوب على التكست، أنا قلت لك أعطيك المايك تجاوب على دليلك. لا، ما كان شرطك بالبداية يا كذاب. لا ما والله، وشوف والله ما تاخذ المايك، أنا حلفت، إلا إذا الأخوان نقطوني وعطوك، لكن طالما المايك معاي والله ما أعطيك إياه. شرطي تاخذ المايك تعطيني دليلك على أن الله لا مكان له من القرآن. أنا ما قلت أن الله له مكان، ولكن أنت تقول فلسفة. تأخذ المايك وتعطيني دليلك من كتاب الله بكلامك هذا، أنك تقول الله عندنا نسألك عن الله تقول لا أين له، وتقول أن الله ليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس شمال وليس قدام وليس خلف وليس داخلا بالوجود وليس خارجا عن الوجود وليس متصل وليس منفصل. ما أبغى رأيك الشخصي، بالعكس أنت لست بشيعي، لأن جعفر الصادق يقول اتقوا أهل الآراء فقد تفلتت منهم الأحاديث والروايات. أنت صاحب رأي، إذن أنت الآن يلا حاجة ثانية، أنت لا تتبع جعفر الصادق رضي الله عنه وارضاه، لأن جعفر الصادق يقول اتقوا أهل الآراء فقد تفلتت منهم الأحاديث. لا لا لا، ما أبغاك تجاوبني على هذا. قل أوعدك، لا لا، قل أوعدك إني أجيب دليلي من كتاب الله على كلامي. يلا اشهدوا يا أخوان، ولا تعلق، ما أبغى تعليق، جاوبني وبعد ما تجاوب علق زي ما تبغى. تفضل ما يكلك. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أولا الآية تقول أفامنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. طبعا هذه آية قرآنية، وأنا الآن أقر أن الله في السماء. طيب ارتحت يا أخي؟ هذه استدلال بآية قرآنية. طيب أين شفت أنك خاين؟ شفت أنك خاين؟ شفت أنك خاين؟ شفت أنك خاين؟ شفت أنك خاين ولا لا؟ شفت؟ لا لا، ما نبغاك تتسلى. شفت أنك خاين؟ لا 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 لا، أنا عارف إيش تبغى، أنا عارف إيش تبغى، أنا فاهم إيش تبغى. أنت لا تريد تنازلا أنك تسننت إقرار، إنما تنازلا للهروب من الإجابة. لا 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 والله لو تحلف من هنا لبطح مكة.
انت سننت في طريقة اخرى. انت سننت نسوي اعلان وتعلن تسننك، ما شققت على صدرك. اللي بيتسنن احنا نصدقه يسوي اعلان، نسوي اعلان بكرة وتجي انت ونسوي اعلان. لا 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 ما مو كل الرومات هنا ما نصدق اي احد. نظام الروم الحلف وهذا ما نصدقه. تبي تتسنن روح خلاص، انت سني خلاص جزاك الله خير، انتهى الموضوع معك. خلاص انتهى الموضوع معك، ولا حوار لنا معك. انتهى الحوار معك، خلاص تسننت، انتهى الموضوع، خلاص انتهى الحوار معك. ما في أجوبة، ما في أجوبة. ايوه بداية هروب، ما في أجوبة. إجابة قل دليلي على كلامي كذا وخلاص. بعد اسأل اللي تبغى، خلاص خوف، خلاص جبان، انتهينا. ربع دقيقة قل الله لا مكان له ودليلي من القرآن كذا 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 وانتهينا. اسأل اللي تبغى. ولك مني بعد، شوف وعد، إذا أجبت لا 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 لا, لا. ما راح أصدقك. خلاص إذا قلت الله في السماء أنا ما أبغى أجاوبك، خلاص انتهينا، انتهى الموضوع. خلاص إيش تبغى؟ طيب الله بالسماء، خلاص أنا مالي شغل فيك. إيش تبغاني؟ ماني مجاوبك، جواب ثاني ماني مجاوبك. ما خلاص انت قلنا لك شو. طيب قلت طيب اشكالي وين الله؟ قلنا لك الله في السماء، انتهينا وعطيناك الآية. الباقي ما ندري عنه. احنا نؤمن بالنصوص، ما نؤمن بالعقل. عقل ما ادري، عقل ما اعلم، الكيف مجهول. انا قلت لك قاعدتنا بالاسماء والصفات: العلم معلوم والكيف مجهول والإيمان واجب والسؤال بدعة. أعطيتك كلامي من البداية، لكن أنت الظاهر ما تفهم. قلت لك نثبت لله ما أثبته لنفسه دون تكييف، أنت الآن تكيف، الكيف مجهول. خلاص كلام فارغ، خلاص انتهى الموضوع. أنا علمتك قاعدتي وأنت قلت كلام فارغ، إيش تبغاني أسوي لك؟ طيب هذا اللي عندي أنا. قلت لك العلم معلوم والكيف مجهول والإيمان واجب والسؤال بدعة. كلام فارغ مو فارغ أنت حر. أنت الآن تنفي كل شيء. هذا سيدنا علي إيش يقول؟ شوف أنا ما كنت بجيبها قبل شيء، لأني كنت إيش شفت هذه ليش ما جبتها لك؟ لسبب واحد. تعرف ما هو السبب؟ لأني كنت مفتكر إني أقول لعل في الأخير أجيبها. أنا ما جبت لك من الأخير، بس إيش قلت؟ أول شيء نثبت القاعدة. شوف سيدنا علي إيش يقول. هذا قال أمير المؤمنين: يضحك الله إلى رجل في كتيبة يعرض لهم 7 أو لص فحماهم الله أو يجوزوا. هذا كتاب الكافي. هنا عن مسائل في الضحك، مسائل في الإصبع. هنا إيش يقول؟ عن أمير المؤمنين قال: 3 يضحك الله إليهم يوم القيامة: رجل يكون على فراشه مع زوجته وهو يحبها فيتوضأ ويدخل المسجد فيصلي ويناجي ربه، ورجل أصابته جنابة فلم يصب ماء فقام إلى الثلج فكسره ثم دخل فيه واغتسل، ورجل لقى عدو الله وهو مع أصحابه فجاءهم مقاتلا فقاتل حتى قتل. هذا مستدرك الوسائل والاختصاص وبحار الأنوار، في كلها موجودة عندكم. عندي الآن صفة الإصبع وصفة النزول وصفة الضحك وصفة الساق وصفة العلو أيضا. صفة العلو موجودة في كتبك. صفة العلو، نعم. لا بغض النظر عن ذي، بغض النظر عن الحديث هذا. صفة العلو موجودة وليس في بحار الأنوار، في كتاب الكافي والاختصاص ومن لا يحضر الفقيه، كلها موجودة. لكن أنا ما دخلت فيك في هذه الأمور. أنا قلت أنت قول معتقدك وأبغى دليلك، لأني أنا ما يهمني هذا الكلام، أنا يهمني الدليل. أنا ما يهمني العقل، ما يهمني الرواية، أنا يهمني الدليل. يهمني قال الله قال الرسول. لكن أنت الظاهر أنك تريد أن تكفر بالنص وبحجة إني تسننت، وتريد أن تجعلنا في قفص اتهام. أنت تسأل ونحن نجاوب. طيب إيش رأيك؟ أنا اللي بأتنازل لك. إيش رأيك؟ يلا أنا أحول الحوار، يلا
أنا تشيعت، ولكن أريدك أن تجيبني على سؤال. أنا تشيعت الآن، أنا معك في كلامك كله، إيش رأيك؟ بس عندي 3 أسئلة بسيطة 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 بسيطة. اليد حقيقية أم مجاز؟ بس صفة اليد حقيقية أم مجاز؟ سؤال سهل. وأحلف لك بالله، شوف أحلف لك بالله، أقسم بالله أنني لا أجادلك بها. وعد، وأنا وعدتك وعد أني لن أجادلك بها. شوف أنا معاك، يلا تعرف ما راح تجاوب. أنا معاك اليد مجاز، المجيء مجاز، تمام، وكل شيء مجاز. أنا معاك تمام، وكل شيء مجاز، لأني أنا قلت كلامكم أن الله إذا له يد فهذا لابد أن يعني إذا كان لله يد. لا، الوهابية ما يستحون يا أخي، الوهابية يحطون لله يد جسم. شفت الوهابية يا أخي، هذول الوهابية يتعبونك يا أخي، ويقولون الله له يد. طيب إذا الله له يد فأكيد يحتاجها. لا، أنا أقول مثل الشيعة، اليد يعني القدرة. شوف الوهابية يقولون أن الله يجي يوم القيامة. كيف يجي الله؟ الله إذا كان يجي فلا بد فيه اتجاه، لا بد فيه شرق وغرب وشمال وجنوب وقدام وخلف. أنا معاكم، المجيء مجيء الرحمة. شفت كيف؟ أنا معاك تمام. ولكن عندي سؤال بسيط. أنتم قلتوا يعني الأسماء والصفات عطلتوها وجعلتوها إيش؟ مجازا. أنا خلاص تشيعت، بس عندي سؤال محيرني أنا الآن ما بين الشيعة والسنة. هل وجود الله حقيقي أم مجازي؟ هل وجود الله حقيقي أم مجازي؟ لأنك إن قلت مجازي هذا نفي، وإن قلت حقيقي فقد جسمت. أنا والله ما أدري من أتبع يا أخي. هل وجود الله حقيقي أم مجازي؟ لأن أنا بالعقل يا أخوان، إذا الله موجود فلا بد مكان يحويه. العقل يقول كذا، العقل يقول إذا اليد موجودة فلا بد يحتاجها. هل وجود الله حقيقي أم مجازي؟ يلا يا إمام حسين، أنا اللي تشيعت مو أنت، أنا أقلب الموجة عليك. يلا يا بابا. إمام حسين فين رحت يا بابا؟ شوف أنا تركت الوهابية عشانك. هذول الوهابية المجسمة ما يستحون، ما ينزهون الله. هل وجود الله حقيقي أم مجازي؟ لأنك إذا قلت حقيقي فلا بد مكان مهما قلت. هل وجود الله حقيقي أم مجازي؟ يلا يا بابا، هذا يتعلق في الوجود. أنت تقول الله لا مكان له، أنت ما قلت يا أخوان، ما قال الله لا مكان له. طيب إذا قلت الله وجوده حقيقي، طيب أين الله؟ أنت تقول أين الله؟ خلاص أنا اللي معاك، أنا معاك زي ما قلت. أنا خلاص كفرت، أنا الآن ماني سني يا أخي. تيجي تسألني يا أخوان أنا سني ولا شيعي الآن؟ أشهدوا لي يا أخوان أنا شيعي. أنا سني ولا شيعي يا أخوان؟ اللي يسمعني من أهل السنة عمر، أبو فهد، ولا شكلكم نمتم أنتم؟ أنا شيعي. تسأل شيعي، تسأل شيعي. خلاص إحنا تنازلنا لك كلنا، مو أنت اللي تنازلت. إحنا نتغدى فيك قبل ما تتعشى فينا يا أبويا. خلاص إحنا معاك. الله لا أين له. خلاص الآن أنت انكشف أمرك، والأسماء لو تكلمت معاي فيها أردتها من أي الجانبين والله لأفسخ لحمة وجهك، ولكن أنت الظاهر أنك لن تجاوب. هالراب احسبها زي ما تحسبها. أنا ما قلت لك أنا أجاوب، أنا قلت لك جاوب بدليل. أنت ما جاوب بدليل. في الأخير لما شفت ما عندك دليل قلت ما عندي إلا باب واحد، إني أقول لهم إني سني عشان ألقي الأسئلة. ما أجاوب أنا ماني وهابي، أنا شيعي. أنا شيعي يا رجل، شيعي يا أخي. إيش بك أنت؟ شيعي إيش بك أنت؟ ملحد خلاص ما نكلمك يعني. ملحد ما تكفر بالقرآن.
أين الله؟ ما تكفر بالقرآن. كيف نجاوبك من القرآن وأنت تكفر بالقرآن؟ أنت لا تكفر بالله والرسول، ما نجاوبك من القرآن يا غبي. شوفوا الغبي ثور ما يفهم، يقول أنا ملحد ويقول أبغى دليل. طب كيف نجيب لك دليل من القرآن وأنت لا تؤمن بالقرآن؟ العقل نكفر به نحن، أنت تؤمن بالعقل ونحن كافرون به. نحن نؤمن بالقرآن، نحن نؤمن بالقرآن. أنا شيعي بس إني أؤمن بالقرآن. الشيعة يؤمنون بالقرآن بغض النظر عن روايات التحريف والتحريف. في 60 حريقة يعني قال لك إني بمسك جهنم روح. عندنا مثل في السعودية يقول الحصى من الأرض والدم من راسك. واحد يمسك حصى ويضرب راسه، أنا إيش لي وش لا يا عمي؟ الحجر من الأرض والدم من راسك يا عمي، أضرب راسك لين تموت يا عمي، إيش لي شغل؟ تروح جهنم؟ روح جهنم. لو تبغى روح الدرك الأسفل من النار. راح أولها سياسية. أخونا عمر نقط هذا يا عمر، نقط هذا نقط الآن خلاص هو بيلجأ الأمور هذا هم الشيعة زي كذا. الشيعة يعني إذا ما كويس المحمدية نعم بالنسبة لمحمد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. الشيعي من ميزته إذا تطعن ألعن والدي والديك، ترى نرجس موجودة، هذا هو الشيعي. أيوة تبغى أنت تبغى هذا، أنت تبغى هذا هم الشيعي. إذا انحرجوا يرجعون العمر ولا العثمان ولا المعاوية عشان ينقطون أو يطردون. خلاص لا خلاص أنا أعرفك أنت الآن، ما راح نطردك. تبغانا نطردك يا أخوي. أنا الآن لي 7 سنين في البالتوك، 90% من الرافضة إذا انحرجوا من الأسئلة يلجؤون إلى معاوية، مو يعني يبي يسب معاوية أو كذا، لا عشان نطرده وينحر، يعني عشان منها إيش؟ عمر خليك موجود دقيقة. ليش يسوون كذا؟ منها يسب ومنها يشوش ومنها يطلع منتصر، لأن عشان ما يقول أنا اللي هربت، عشان يقول هم اللي طردوني. عمر هذا الآن لم يجاوب على الأسئلة، لم يجاوب على أي سؤال. فأنا أرى أنه لن يحاور حتى يأتي مرة يقول أنا سني، ومرة يقول أنا ملحد، ومرة يقول كذا، ومرة يقول أنا ما أبغى الدليل من القرآن، أبغى العقل. لأن خلاص هو ليش هو الآن كفر بالإسلام، هو يقول أنا أبغى العقل، وقال أنا ملحد، وقال أنا أريد جهنم. بدأ يخبط مثل المجنون، مجنون هذا، ما هو عقله مو معاه. حتى اللي بيأخذ بالعقل ما يقول كلامه. شوف العقل وسيلة النقل. يا سلام عليكم. العقل غاية أم وسيلة يا غبي؟ في غاية وفي وسيلة. هذه حجة عليك يا ثور. قلت لك تتركني روح جهنم في 60 حريقة. قلت لك العقل وسيلة، خلص العقل وسيلة. بمعنى عندما يقول لنا الله سبحانه وتعالى في القرآن هذه الآية محمد رسول الله، من هو المقصود في هذه الآية؟ أن تقول العقل وسيلة. من هو المقصود في هذه الآية؟ أنا بعقلي أرى أنه المقصود إبراهيم عليه السلام. لا عفوا، خلينا نجيب واحد ثاني، لوط. أنا أرى بعقلي لأن عقلي وسيلة. أنا ما أرى أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أرى أن المقصود لوط، وعقلي اللي قال كذا لأن عقلي وسيلة. خلاص يا أخي، إذا كان العقل وسيلة في النصوص الصريحة تفهم. الله يقول وجاء ربك والملك صفا صفا. الله يأتي والملائكة صفوف. خلاص آية مفهومة. محمد رسول الله آية مفهومة.
احنا إذا أنت تقول أنا أجعل العقل وسيلة، إذا أنت تقول أنا أجعل العقل وسيلة، أؤمن بصفة المجيء، أؤمن بصفة اليد، أؤمن بصفة الاستواء، أؤمن بصفة أن الله في السماء، إذا أنت تقول أن عقل وسيلة. أما إن كنت تقول غير ذلك فأنت كاذب، فأنت تجعل العقل غاية، وتجعل العقل مشرع، وتجعل كتاب الله وكلام الأئمة الأطهار رضي الله عنهم وأرضاهم، الأئمة 12 طبعا 11 في واحد ما نؤمن به، تأخذ كلامهم وتضرب عرض الحائط، وتأخذ معها القرآن وتضرب عرض الحائط، وتأخذ أقوال كبار علماء الشيعة وتضربها عرض الحائط، وتأخذ بأقوال كمال الحيدري، هذا اللي شبه ملحد، شبه ملحد. ثانيا في نقطة أنا أبغى أوضحها وأبغى أنزل يا أخ عمر، لأن أنا ببتعد، لأن هذا ما هو كذب أيضا على الشيعة، لأن لا يوجد قول إجماعي عند الشيعة في صفة أين الله. منهم من قال في كل مكان، ومنهم من قال أين الأين فلا أين له، ومنهم من قال إن الله ليس فوق وليس تحت وليس شمال وليس قدام إلى آخره، ولديهم أقوال كفر. طيب أخونا عمر موجود؟ أخونا عمر موجود؟ عمر موجود؟ عمر بسلمك المايك يا أخ عمر. طيب تفضل معاك المايك أخ عمر. هذا ما يعني إنسان ما يصلح للحوار ولا شيء. تفضل معاك المايك أخ عمر. أنا ما شفت فيه شيء يعني يصلح للحوار. المايك لك أخ عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. هو واحد يمثل نفسه يا فواز، يمثل نفسه، لا يمثل الدين، ولا يأتمر بما قال الله ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف تلزمه؟ كيف تلزمه؟ كيف تلزمه؟ تكلم بصوت خافت. وأنا أجلجلك، أنا أجلجلك. ها؟ العيب دينكم، العيب المتعة عيب. طيب يأتي السيد لا تستطيع أن ترده عن عرضك، هذا هو العيب. طيب يا رافضي يلي تمثل نفسك، يا ملحد كما قلت على نفسك، ها؟ هم دائما كذا يا فواز، وهابية وهابية وهابية، وهم لا دين لهم، والله لا دين لهم. أنا أقريت أن الله في السماء، إيش بتسوي يعني؟ بتهددني يعني؟ أنت رد عن عرضك، عرضك المباح للسيد يا رافضي، عرضك مباح للسيد، ومالك منهوب مسروق، لا تستطيع أن ترد عن نفسك. طيب والله لا تستطيع أن ترد عن نفسك. أمثل نفسي، اذهب ناقش أي معمم يضع العمام على رأسه، والله لا تستطيع، أقسم بالله العظيم لا تستطيع، لا تستطيع أن تكلمه ولا أن ترد عليه. أين الأين؟ إذا أردت التحدث عن الله سبحانه وتعالى فحدثنا بما قال الله وانتهينا. يعني أنت أعلم أم الله سبحانه وتعالى؟ من أعلم؟ من أعلم يا رافضي؟ أنت أعلم والحيدري أم الله سبحانه وتعالى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون